الإيجو مش مجرد تكبر. الإيجو هو تضخم الذات. معاكم سامح علي، وده بودكاست فك شفرة العقل الذكوري. الذات لما بتتضخم بتبدأ تاكل في كل حاجة حواليها، والإيجو ده هو الأنا اللي جوه كل واحد فينا. هو الصوت اللي بيصور لك إن العالم بيلف حواليك. هو الصوت اللي دايما قلقان من شكلك قدام الناس، بيقولك لأ، بلاش تعتذر لمراتك عشان شكلك هيطلع وحش، أو لأ، بلاش تتنازلي عشان محدش يقول عليك ضعيفة. الصوت ده هو اللي بيحول حياتنا لساحة معارك بدل ما تكون مكان للسكينة. بص حواليكوا في مشاكل الطلاق، بتلاقي الراجل متمسك بموقفه، مش هدفع عشان دي كرامتي، والست بتمنع الولاد عشان يتربى ويحس بوجعي. هنا الإيجو بيقنعهم من الانتقام هو الانتصار، والنتيجة ولاد مقهورين مشتتين بيدفعوا تمن صراع هما ملهمش ذنب فيه، لمجرد إن بابا وماما سمعوا لصوت الأنا اللي جواهم. على فكرة، خراب البيوت مش كلمة بتتقال في المحكمة. خراب البيوت ده معناه إن طفل بيكبر وهو حاسس إنه أداة في إيد أبوه وأمه عشان ينتقموا من بعض. ده وجع بيعيش سنين وبيطلع علينا أجيال شايلة عقد نفسية. الحل إن الأنا دي لما صوتها يعلى لازم تعملوا ستوب. لازم تسألوا نفسكم، أنا بعمل كده لمصلحة ولادي ولا عشان أطمن الإيجو اللي جوايا؟ المحتوى بتاعنا هدفه نكشف صوت الإيجو ده عشان البيوت تفضل سليمة والولاد يطلعوا في بيئة طبيعية، لأن خراب البيوت مش حاجة بسيطة، ده وجع بيعيش سنين. لو عايزين تعرفوا مزيد من الحلول، اضغطوا على اللينك اللي في البايو.